ازاي نذاكر مادة الاناتومي؟ مادة الاناتومي من المواد المهمة جدا بالنسبة لكل طلبة الكليات الطبية، خاصة طلبة طب بشري اللي هياخدوا تخصصات جراحية بعد كده، وطلبة علاج طبيعي. وكمان مادة الاناتومي بيبقى عليها درجات كبيرة جدا في الكلية، يعني مثلا طلبة طب بشري بيبقى عندهم موديولس وماسكولوسكيليتال، ده اكتر من نصه تقريبا بيبقى اناتومي، فاحنا محتاجين الدرجات بتاعته عشان التقدير التراكمي والتخصص فيما بعد. طب ازاي نذاكرها بقى؟ اول حاجه لازم تعرفها ان الاناتومي دي ماده وصفيه، ما ينفعش تذاكرها نظري كده، ده اشبه بالمستحيل. لازم يبقى في صوره جنبك انت بتبص عليها وانت بتذاكر. ومن افضل الابلكيشنز اللي هتلاقي عليها صور الاناتومي 3 دي هو ابلكيشن اسمه اناتومي ليرنينج 3 دي اناتومي، ده ابلكيشن مهم جدا وهيفيدك جدا، عليه كل حاجه تقريبا في الاناتومي. تاني حاجه هتفيدك جدا ومش هتخليك تنسى بسرعه، وهو انك ترسم كروكي بعد ما تشوف الصوره. ما تكتفيش بمشاهده الصوره فقط، ارسم ولو رسم كروكي بسيط جدا كده بعد ما تذاكر الصوره. ثالث حاجه هتفيدك جدا في مذاكره الاناتومي هي التحشيشات او النيمونكس. من اكتر المواد اللي استعملت فيها التحشيشات او النيمونكس هي الاناتومي، خاصه مثلا في الريليشنز بتاعت اورجان معين او برانشز بتاع ارتري او فين معين. من اكتر الحاجات اللي هتفيدك في حفظ الحاجات دي لانها بتبقى معقده جدا هي النيمونكس او التحشيشات. رقم 4 هو حل الام سي كيو. الاناتومي من المواد اللي ممكن يجي فيها سؤال ام سي كيو بطرق مختلفه جدا، يعني مثلا ممكن يجي كيس معينه، ممكن يجي سؤال مباشر، فلازم تحل ام سي كيو كتير جدا. وافضل المصادر انك تحل منها هو كتاب القسم بتاعك. لو ما فيش مصادر تحل منها طبعا هتروح على شات جي بي تي تحط له المحاضره وتقول لي طلع لي عليها اسئله. من افضل الدكاتره اللي ممكن تسمعهم في الاناتومي هو دكتور سامح غازي، وخصوصا في اساسيات الاناتومي البيزكس بتاعت اول موديول، ودكتور ايمن غنفور من احسن الدكاتره في الاناتومي وخصوصا الباوربوينت بتاعته. وفي برضه دكتور وهدان، في برضه طلبه كتير بتحب تسمعه ولكن انا ما جربتوش الحقيقه.